بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مرشد هذه الأمة لما اختار لها من الإسلام والإيمان شرعة ومنهاجا، معين من أراد به خيرا على فهم حقائق هذا الدين حتى تمتزج بلحمه ودمه امتزاجا. نحمده على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تنسى. وكيف يحصى البحر سياحا والقطر ثجاجا، ونستغفره لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا واعوجاجا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لدائه علاجا. ونصلي ونسلم على عين الرحمة وينبوء الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الجمع المفضال، نحييكم تحية عطرة زاكية، ونخص بالذكر صاحب هذه الروضة السنية وشيخها الموسوم بالفضل والمقام الرفيع والمعروف بالسمت المميز والخلق السامي رحمه الله. ونتمنى من الله تعالى أن يسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونحيي نجله الأمين محمد نور الدين وكل الأنجال والأحفاد والأصباط والإخوة والأعمام ممن امتدت علاقته بنسب أو اتصلت علائقه بسبب. كما نحيي أصحاب الفضيلة والسماحة من العلماء الأفذاذ الذين توافدوا على هذه المائدة القرآنية من كل الأسقاع، يحملون المشاعر النبيلة والمحاضرات الأصيلة والمحبة الضاربة في أعماق القلوب من كل حسن مزجى وجمال مسكوب. ونحن لا نفتأ نزجي آيات الشكران وسوانح العرفان للقائمين على هذه الدروس البهية في الروضة المحمدية التي تشرئب لها النفوس وتهفو لها الأرواح وتسمو بها المعارف وتزكو بها العوارف وتنداح بها الأسقام وتنفتح بها الأفهام وتدرك بها الرقائق وتستجلب بها الدقائق، حيث أضحت مجلسا للعلم المبرار وروضة للنفح الذوقي المعطار وسانحة للتدارس والتداول المدرار، مما تتقشع عنه سحب الضلالة وأباطيل الفهوم السقيمة والأفكار الأثيمة والسموم الذميمة التي حمل كبرها مستعربون ومستشرقون، وآضت بحملها أحقاب من الصراع الفكري والصدام العقائدي في أزمنة عديدة وفترات مديدة. وقد صار انتشار المعرفة في هذا العصر سيفاً ذا حدين يمكن به استغلال ما تمخضت عنه الكشوف من آليات ومصنفات اكتظت بها المخابر والمكتبات وازدحمت بها الرفوف، وأصبح من المطبوع والمقروء والمسموع ما هو ضار مهلك وما هو نافع مدرك. وترشيد هذا العطاء الأحوذي الفتان هو مهمة هذه المنابر السامقة التي تقدم القطاف المسدان والجنى الفينان بتأصيل أصيل وفهم ثاقب أثيل وحكمة رفيعة وعبارة بديعة وتحليل عميق وبيان ذوقي رقيق تأنس له العقول وترضاه القلوب وتتشربه الأنفس وينفع المجتمع ويصحح المفاهيم والرؤى. ولا شك أن الخطاب الذي انبثق بأمرية اقرأ وأفاض على الأمة ببيان مزدان بربائع البلاغة وفرائد الفصاحة
التي استمدت رونقها من القرآن وقدمته في أروع عبارة وأجمل بيان، فكان نموذجا مسكوبا من نورانية الإشراق الرباني الذي انسكب بالروعة وأبان عن سمو المعاني، وكان موسوما بما قاله الوليد بن المغيرة في كلمته الأثيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. والمجمع عليه بين أهل اللسان وعلماء البيان أن القرآن هو موئل الفصاحة ومجمع البلاغة، وأنه سيل متدفق من المعاني الجديرة والمفاهيم الكبيرة والصور الأثيرة. وصدق القائل: ما في الوجود من الكلام وفصحه إلا ودون فصاحة القرآن. ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان. ما الكون كل الكون من إنس ومن جن إذا اجتمعوا معا في آن لم يستطيعوا أن يسوغوا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان. ومن ذلك الاستدلال على حفظه وعلى سمو مضمونه ودلالته، فقد كان القرآن وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مدد الله السخي وعطاؤه الثر الذي لا ينقضي. وقد تماوج الزمان بصنوف من التآويل وأصناف من التفاسير أطت بحمولة تنوء بها العصبة أولو القوة من التصانيف الجليلة والتفاسير الأثيلة التي لمعت فيها بوارق الإبداع وأعاجيب التلمس للمعاني ودلالة المباني، مما أبهر العقول وأخذ بالألباب من روعة التفكيك وجمالية التركيب وتتبع خبايا المعنى وتصيد ألغاز المبنى، ممن قدحت عنه بصائر ذوي التمييز في استنباط لطائف الكتاب العزيز، كما عبر الفيروزابادي في كتابه النفيس. وكان الخلاف منهجيا بين المفسرين في مسالك الدلالة والخلوص إلى نهج ونتائج من الفهم واستنباط فصوص الحكم ولطائف الإشارات ونفائس اللآلئ وفيوضات الأمالي التي تدفقت سيلا موارا ونهرا زخارا وحقائق لطيفة ومعاني ظريفة ودلالات منيفة ضاقت بها الصحائف الروانف واستوعبتها حكمة النخبة المنتقات من الصالحين التقات والمفسرين الثقات الذين تحملوا هذه الأمانة العلمية بثبات ورزانة وروية. وقد أشار العلماء إلى أن أصول العلم وفروعه لا يقدم عليها ولا يطلع بها إلا قوي عتي وأحوذي ذكي ممن امتطى صهوة الحقائق وتتبع غضون الرقائق وأسرار الدقائق. ولا ريب أن الجهد في هذا المضمار قد كان مشتركا بالفاعلية والبدار، وأن النتاج المرضي والعطاء الأحوذي السني قد شاركت فيه همم وعقول وتناقلته روايات ونقول، واطلع به عباقرة شداد وعتاولة تعاقبوا على مختلف الآماد وانتشروا في كل البلاد، وتنوعت عطاءاتهم العلمية وقوادح أفكارهم الألمعية مما ملأ المكتبة العربية وأفاض في أرجائها بالعلوم العقلية والعلوم النقلية. ثم إنه لا شك أن بصائر العلماء الأعلام قد كانت لماحة طماحة، وكانت على بينة من استقراء المفاهيم وإرشاد العامة من أولي الفهوم القاصرة للحقائق الباطنة والظاهرة. إن مناط فهم النص القرآني مرتبط باللسان العربي وقائم على فصاحة اللغة واستعمالاتها الأصيلة، وقد قامت العلوم في أحضان العربية، وكان التعليم شموليا موسوعيا يرتاد به الطالب
حياض العربية تأصيلا وممارسة بصورة تصنع الذوق وترسم الإفصاح وتعطي للخائض في العلوم ملكة لسانية تمكنه من معرفة دقائق الألفاظ والفروق بين المعاني وإدراك أصول الاشتقاق وعوامل الإعراب والبناء ودلالات التراكيب ومفاهيم البلاغة والتلمس الذوقي الرفيع. وكان ذلك منتشرا مأثورا في الحواضر الكبرى في الجزائر مثل تلمسان ووهران وتيهرت ومليانة وبسكرة وقلعة بني حماد وبلاد التوات وقسنطينة وعنابة، ناهيك عن بجاية الناصرية التي كانت أوروبا تدفع بعلية أبنائها لتعلم العربية فيها، وكانت محجة العلماء وطلبة العلم على التحقيق يأتون إليها من كل فج عميق، وكانت المجالس العلمية غالبة، ولهذا ازدهرت اللغة وتنامى استعمال اللسان بأرقى بيان في علوم الآلة وفي مختلف العلوم الأخر التي ازدهرت غاية الازدهار. ومنظومة التأليف والتصنيف تؤكد بيقين ذلك الزخم الكثيف من أروع وأسمى التآليف. ونحن هنا نقطف قطفة من ذلك الجنى لندلل على روعته وعلو مضمونه. فقد ألف أبو راس الناصري المعسكري الدرة اليتيمة في النحو، ونيل الأماني على مختصر التفتزاني في البلاغة، وألف يحيى الشاوي شرحا على تسهيل ابن مالك، ونظم لامية في إعراب اسم الجلالة، وألف عبد الكريم ابن الفكون شرحا على أرجوزة المكودي وفي التصريف، وشرح شواهد الشريف في النحو، وكتب محمد السباغ القلعي شرحا على الأجرومية، وألف كتابا بعنوان إعراب الجمل، وألف محمد ابن محمد البجائي شرحا لشواهد قطر الندى وشرحا لشواهد شذور الذهب، وألف محمد بن محمود ابن العنابي التحقيقات الإعجازية في البلاغة، وألف ابن آب نزهة الحلوم في نظم ابن أجروم ونظما في أمثلة المتعدي واللازم، وكتب الرحموني العيسوي الزواوي ميزان الألباب في قواعد البناء والإعراب، وشرح الألفية كل من ابن مرزوق الحفيد وابن مرزوق العجيسي، وكتب أبو القاسم البوجليلي نور السراجي في إعراب مقدمة الصنهاجي. هذا فيض من غيض للصناعة اللغوية في ربوع الجزائر الرضية، وقد برز علماء كثر في ميدان اللغة العربية خدموا التفسير ومختلف العلوم بصورة قل لها نظير، وكان لها أكبر الفائدة وأجل التأثير. ومنهم أبو عبد الله المقري التلمساني والنقاوسي والشريف التلمساني والوغليسي البجائي وابن مرزوق التلمساني وابن زاغو وإبراهيم فايد الزواوي وابن معطن الزواوي أيضا صاحب الألفية، وأبو عبد الله المشذالي وعبد الرحمن الثعالبي ومحمد السنوسي وأحمد بن زكري ومحمد بن عبد الكريم المغيلي ومحمد بن خليفة الجزائري وأبو العباس البغائي البوني الخنشلي وابن للو التلمساني وغيرهم كثير. ولعلنا نشير إلى ما ذكره محمد بن سليمان الصائم، إلى أنه كان يحضر في مقصورة الجامع الأعظم بتلمسان وهم يقرؤون تفسير البيضاوي. قال: وكان لي مبادرة بإحضار كتابي المسمى كعبة الطائفين، فأجيب على ما استشكل بالرجوع إليه، فيقولون: لمن هذا التأليف العجيب؟ فأستحيي وأوري وأقول: هو لعبد الجليل القصري، بنية أننا كلنا عبيد للجليل، وأن هذا العلم مقصور على أربابه. فكنت إذا لم آت به يقولون: لا تخلي مجلسنا من ذلك الكتاب،
لأن فيه ما يشرح الألباب. ثم ما لبث أن استغنى عن التورية وذكر أنه هو صاحب الكتاب. وهذا الإعجاب بالنفائس المدرجة والقضايا المستنبطة واللمسات الذوقية الرفيعة تدل على عمق هذا الأثر وانعكاسه على مستوى القبول المتوخى، على نحو ما قال الشاعر: قل لي كلامك هذا سيغ من عسل، أم قد صببت على أذواقنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. ثم إن ابن مرزوق الحفيد رحمه الله كان شابا يافعا، فجلس أحد الشيوخ من كبار علماء زمانه في حلقته، فسمع كلاما بديعا لم يسمع مثله، فقال له مقاطعا درسه بفعل الانبهار: من أين لك هذا العلم؟ فهو لم يبلغ إلينا من قبل. فقال ابن مرزوق: أكل العلم بلغك يا سيدي؟ قال: لا، ولكن بلغنا بعضه، وهو في هذا يؤكد قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال له ابن مرزوق: يا سيدي، ما كنت تسمعه من البعض الذي لم يبلغ إليك. وهذا ملمح يتجلى فيه قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، بما يسمونه العلم اللدني، وهو قبسة من علم الله الذي لا حدود له. والله تعالى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. والواضح أن علم البشر مهما كان غزيرا فإنه لا يعدو أن يكون بالنسبة إلى علم الله الواسع قطرة من بحر أو ثانية من دهر. وقد كان الخضر مع موسى على شاطئ مجمع البحرين، فنزل طائر صغير على حافة الماء وأخذ قطرات بمنقاره، فقال سيدنا الخضر لسيدنا موسى: والله ما علمي وعلمك وعلم جميع المخلوقات بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. والإدراك بالقلب كما تعلمون هو السر ها هنا، فهو مفتاح التلمس للمعاني المستنبطة من النص القرآني، فإذا انغلق القلب لم تدرك الأثارة المبثوثة من العلم الذي ينبجس عن عميق الدلالات ورقيق المدركات ولطيف الإشارات. وقد ورد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد أشار الخروبي في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فقال: وإنما خص القلب بالذكر لأنه خص بالتنزيل، وإنما خص به لأنه خزانة الحق تعالى، فهو حاوي الأسرار ومنبع العلوم والأنوار ومعدن الحقائق اللطيفة والأسرار الشريفة. فلا يعطى هذا السر إلا للمصطفين الأخيار من عباد الله الأبرار، وهو تعليم من لدن الله بالوحي لمن اصطفى. ووقف العلماء عند الفرق بين من عندنا ومن لدنا في قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقالوا إن العلم المقصود غيبي خفي وباطن مختفي، وهو مختص بالخضر دون موسى لأنه إليه أوحاه دون سواه، فجاء بالظرف لدنا للدلالة على شرفه. والعلم اللدني هنا هو الوحي المختص بالإخبار بالغيوب وأسرار الكون الخفية. وقد ورد في صحيح البخاري في تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخضر عليه السلام قال: يا موسى إني على علم من علم الله تعالى علمنيه
لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله تعالى علمكه الله لا أعلمه. ودقق أهل العرفان في تقديم الرحمة على العلم: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقالوا إن علة البدء بالرحمة المتجلات في الوحي المنزل أنه لا معنى للعلم بدونها، لأن العلم المادي الأرضي قد يكون وبالا على البشرية، فتأتي رحمة الوحي لترجعه إلى سكته الطبيعية. وقد ورد هناك في العلم الذي يضل بأهله كم عالم دس العلوم حبائلا لقطيعة ووقيعة وفراق، وفقيه قوم قد علته عمامة لكنها من فوق تل نفاق، وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق، قتل الأجنة في البطون وتارة جمع الدوانق من دم مهراق، وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أولظ الإحراق، في كفه قلم يمج لعابه سما فينفثه على الأوراق. والتفتوا أيضا إلى أن جملة آتيناه من لدنا علما كانت احتراسا لما يأتي في سياق القصة في قوله: حتى إذا لقي غلاما فقتله، ليؤكد بأنه رغم هذا الفعل الشنيع كان متصفا بكمال الرحمة، وما فعل ذلك إلا بأمر الله وتحقيقا لحكمته، باعتباره موحى له إن كان نبيا ومأمورا إن كان وليا. إن البيان القرآني أيها السادة الكرام هو معجزة الله الخالدة وحكمته السائدة، وهو يتلائم مع البيئة الذوقية التي ما فتئ العلماء الربانيون من أصحاب الإلهام وتفتق الأفهام وانفساح القلوب لمعرفة حكمة علام الغيوب، يعملون بجد حثيث على افتضاض مغاليق المعاني واستجلاء غوامض البيان وتلمس مكامن الروعة وأصول الجمال في النص القرآني المقدس الذي تشربته سوانح الذوق وانجابت عنه روائع الإبداع المتفتق الآخذ بالقلوب والآسر للعقول مما تميز به القرآن. وقد عجت المكتبة التراثية القديمة والحديثة في ربوع الجزائر بتصانيف بديعة ولمسات بيانية رفيعة أطت بها سماء الإبداع وحق لها أن تئط، وكانت شاهدة على الأحوذية الخارقة التي فتحت مفاهيم الأذهان وعصارة البيان على آفاق أكثر اتساعا وشمولية، فانضم المنتج التأويلي الصميم إلى التأمل العرفاني العظيم، والتقى محصول الفنين في مجمع البحرين. وسوف يبقى هذا العطاء القرآني المتدفق بالحكمة والرحمة والإعجاز غيثا لا ينقطع ومعينا لا ينضب. ورحم الله من قال: لو وجد هذا الكتاب أي القرآن ملقا في صحراء وقرأه قارئ لأيقن أن مخرجه أفق السماء لا مدرج الأرض. ولهذا لا بد من تلمس أسراره والغوص في بحاره من ولا بد في تلمس أسراره والغوص في بحاره من التزود بالمعارف الكونية والدافعية الوجدانية والمقدرة الفكرية والملكة الذوقية من أجل تفتيق المعاني وإنطاق المباني وإزالة اللبس عن المفاهيم التي لا تروض إلا بالدربة والمراس. والتأمل الواعي بالنهج اللغوي أو العرفاني التذوقي من شأنه أن يبقى منفسحا عبر العصور، لا يغلق مجاله ولا يجمد عطاؤه. والقول بأن بعض العلوم قد نضجت حتى احترقت ليس على إطلاقه، فقد قيل ذلك على النحو العربي، ولكن ابن مالك في التسهيل فند ذلك الزعم وقال: إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر الله لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين
أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. ولذلك وجدنا الشيخ الطاهر بن عاشور يقول في مقدمة تفسيره: فجعلت حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وتارة عليها، فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. ولذلك أشار لنا الجاحظ في أن المعنى لا يكون بليغا حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. وفي هذا المضمار تتجلى إبداعات المعالجين للنص القرآني من ذوي المواهب المتدفقة والآراء المتألقة، وذلك في إيجادهم العلاقة المسيسة بين العبارة والإشارة، باعتبار العبارة جسرا موصلا للإشارة، على اعتبار أن الحكمة تتلجلج في القلب ثم يقذفها الله تعالى على اللسان فتخرج بأجمل بيان، وهو ما ذكره ابن ميمون حيث قال: لا يمكن تلفظ اللسان بكلمة إلا وقد خطر ذلك على القلب أولا، ثم ينطق اللسان بعد ذلك بذلك، والقلب ممد بذلك من خزائن الله العالم القدير. ولا عجب، فالإعراب يحصل باختلاف العوامل في الجملة، وعليه فإن المشابهة موجودة بين ذلك التغير بالعوامل وبين تغير أحوال القلوب بما يعرض لها من واردات الضمائر وسانحات الظواهر. إن خدمة اللغة العربية وترقيتها لدى فطاحلة البيان وجهابذة التبيان مطمح الأجيال وميزان المقال وحكمة الإفصاح وملمح الإصلاح ومكمن الألمعية وديدن العبقرية التي تأبت أن ترهق وتسامت أن تزهق، وقد اعتورتها الإحن وأحاطت بها المحن، وهي تبكي حريبا أو تسامر واصبا أو تصطلي بنار القهر ومكايد الغدر عبر الحروب الصليبية المتلاحقة والهجمات الاستعمارية الحارقة. لقد كان ربعنا في الجزائر يصطلي بالاضطرام، وكانت الدار تعج بالغزاة الطغام الذين راموا طمس اللغة العربية واستئصال نبرتها الألسنية واستئصال بلاغتها الأحوذية وتراكيبها الإفصاحية بمنع تدريسها والتضييق على حملة نبراسها واستبدالها بالعجمة الذميمة في مؤامرة ماكرة أثيمة. لكن الزوايا والتكايا ومدارس القرآن ومعاهد التدريس العربي كانت للتدريس فضاء رحبا يرتاض التعليم لربطه بالأصالة قالبا وقلبا، وقد وقفت شامخة عتية ومنافحة قوية عن الأصالة والهوية، فكانت بحق قلاع مجابهة وحصون مواجهة وصمام أمان وحكمة زمان. لملمت الجراح وعانقت الصباح وحركت العزائم الطماح وهدهدت المبادئ العظائم، وربت الجيل على حفظ الكتاب ومصابرة الغلاب والعزم الوثاب لدفع الغزاة وبناء الذات وتفعيل المبرات، فحافظت على القرآن وعلومه وأرست مختلف الفنون في منثور البيان ومنظومه، وتحدت أعاصير الزمان وسوانح المكان وسوانح الإمكان، فما نانت لها قناة ولا انطفأت لها شبات، بل كانت معقلا حصينا للثورات المشبوبة والبطولات المروية مشافهة أو مكتوبة، وعجت بالطلبة الواعين والشيوخ المتمرسين، وكانت فضاء للعلم والتحصيل ومصدرا للفقه والفكر الأصيل، وبقيت على المدى تلهم كل باد وحاضر وتنقل العلم كابرا عن كابر حتى ازدانت بها الربوع
وتجاوبت معها الأجواء في رتابة وخشوع، وبقيت مسامتة لنهضة البناء والتعمير، مواجهة لكل افتئات أو تحريف أو تزوير، ضامنة في كل حاضرة ومفازة ما ينقل بالتحصيل وما يسند بالإجازة، وستبقى خالدة الأثر صادقة الخبر، مادة للأمة بفيض من العطاء الزاخر المنهمر. وإننا لنهز عطفنا فخرا ونباهي سرا وجهرا بما دبجته أنامل العلماء في ربوع الجزائر وعصورها، وما تركوا من مطبوع ومخطوط مما كان له الأثر في واردات الخبر، حيث تناقلته الرواة وامتلأت بفيضه الكتب النيرات. وقد كان للغة العرب أثر لا يخفى في تجلية البيان القرآني مما أبان عن الحقائق واللطائف والمعاني. وكان لعلماء الجزائر في اللغة والتفسير ذكر مشهود وورد مورود أنار الدرب للعلوم حتى تطورت، وللمفاهيم حتى تألقت، وسيبقى مدده سخيا ليسفر عن روائع وبدائع تأخذ بالقلوب والأبصار، وترشد الناشئة لفهم المعاني واستثمار المباني من أجل ترقية العطاء والتحصيل وتعميق التفريع والتأصيل على مدى الزمان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وحد ذات بيننا، اجمع كلمتنا على المبر وعلى الخير. اللهم ارزقنا صفاء النية ونقاء الطوية، وأصلح لنا في الذرية، وباعد بيننا وبين كل أذية وبلية. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الزاوية عامرة بالخير، وأن تشد أزر شيخها الجليل، وأن تجعل طلبتها وروادها في أمانك وضمانك. اللهم اجعلها منارة للعلم الشريف وللقرآن الكريم، واجعلها منيرة على وطننا الغالي في كل أوان، يا فاعلا في ملكه لما يشاء، وممضيا قضاءه كما يشاء، ومحكما أموره في الأزل، وعالما بكل هول نازل، وآخذا من خلقه بالناصية، وساترا من العباد المعصية، ومعطيا من غير سؤل أنعما، وداعيا عباده للمرحمة، ومرسلا للقانطين الفرجا، ودافعا عنا البلاء والحرج. قد كثرت ذنوبنا واتسعت، ولم تتب أنفسنا ولا انتهت. نسألك اللطف بنا في القدر، ودفع ما نحذره من ضرر، وكشف ما يحيطنا من أزمات، مع الرضا عند الحياة والممات، بجاه سيد الأنام أحمد شفيعنا يوم لقى الناس غدا، وآل بيته الكرام البررة، وصحبه المبشرين العشرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.